لكم متابعين صمتوا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو اللي إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على بعض المشاكل ديال الغسيل تاع الماطر. يعني ملي كدير لافاج او لا ملي كتبدا تغسل يوميا، شنو هما الاضرار ديالو وشنو علاش خصك تفادى هذا الغسيل بزاف وما تبقاش تغسلو الموطور بزاف. هادشي اللي غنعرفو معنا في هذا الفيديو، خليكم معنا. اول حاجه، حنا ماشي ضد ديال الناس اللي كيغسلوا في لافاج او لا الناس اللي كيغسلوا الماطر على برا، او لا حنا ضد شي حاجه. انا باش غنعطيو بعض المعلومات على الغسيل تاع الموطور، يعني شنو هما الاضرار ديالو في الموطور. هادشي هو الموضوع ديالنا. المهم بالنسبه للغسيل تاع الموطور، يعني هذا الفيديو هذا تقدر تصيفطو لصاحبك اللي كيبدا يغسل الموطور كل نهار، يعني وما عارفش شنو هما الاضرار ديالو. اكيد غتقولوا لي شنو هما الاضرار ديال الموطور وشنو هذا. انا ديما كنغسل الموطور ما كيطرا فيه والو، يعني انا ديما الموطور ديالي غاسلو، انا ما عمر طرا فيه شي حاجه. ديما كتغسل الموطور، يعني ما عمرك طرا فيك شي حاجه، ما عمر يعني وقع فيه شي حاجه. ولكن راه كيكونوا فيه بزاف ديال الاضرار بالنسبه اللي كيغسل الموطور يوميا. انت كتقول بلي انا راه كنتهلا بالموطور، يعني كنتهلا فيه، يعني ملي كنغسلو، يعني ملي هذا كنتهلا فيه كنستيكيه كان هذاك ماشي هو الطالون بالنسبه للموطور. الموطور تقدر تهلا فيه في بزاف ديال الحوايج من غير الغسيل، لان الغسيل يخرج لك على بزاف د الحوايج انت ما عارفهمش. يعني ملي تبدا تغسل الموطور، يعني كل يومين كتغسل الموطور، يعني كتسبب في اضرار ديال الداخل، يعني كتسبب في بزاف د الحوايج، منهم لانيماج ديال الموطور، منهم الكابلي، منهم البوبينه، منهم شحال بزاف د الحوايج، منهم الانستالاسيون ديال الضو، منهم كلشي. يعني هادو كيتضروا بزاف. يعني ملي كتغسل يوم غدا ويوم غدا، ضروري بعض النقيطات غيبداو يدخلوا، غيبداو يديروا لك السيركوي، غيبداو ينقص لك في الضو، يبدا ينقص لك، غيبدا شحال من حاجه غادا تنقصك في الموطور وانت ما عارفهاش. انت ديما كتقول بلي انا راه كنغسل الموطور، يعني ما عمرو وقع لي شي حاجه، يعني ما عمرها لقيت فيه شي ضرر ولا شي حاجه، ديما امارش، ديما هذا، ديما ناضي. لا صاحبي، يعني انت كتغسل الموطور اليوم، غدا بعد غدا ضروري النقيطات كيدخلوا. والمشكل راه ماشي كيبان في البلاصه، يعني في البلاصه غتغسل الموطور غيبان فيه المشكل وهذا، لا ماشي كيبان مع المده. يعني كيبدا يبان مع المده والاضرار والمشاكل ديالو كيكون كثير بزاف. يعني انت ما كتعرفش بلي راه الماء اللي كيدير لك داكشي، وكتبقى تضطر انك تبقى تبدل في شي حوايج اللي انت كاع ما عندهم حتى شي علاقه بداكشي، بداك الموضوع. مثلا ملي كيبدا ينقص لك الضو في الموطور، ولا كيبدا يبدا يطلق لك شي سيركوي، ولا كتحرق لك السيديه ولا البوبيناج ولا شحال من حاجه، ولا الانستالاسيون ديال الضو، كتقول انت ملي كيتنقص لك الضو كتقول انت المشكل شنو هو؟ المشكل هو الباتري. كتبدل الباتري كتلقى المشكل باقي هو كتبدل السيتي كتلقى المشكل هو الا في حاله الا ديتي شي معلم يكون حريف يكون واعر، هذاك هو اللي غادي يقول لك المشكل فين كاين. اما بالنسبه الى انت كتقول لا غير المشكل من الباتري كينقص الضوء هذا وهذا، يعني راه ماشي الباتري من المشكل، اما المشكل من داك الغسيل اللي كتبقى دير ليه يوميا. الموطور كيف قلنا تهلا فيه في بعض الحوايج اللي غتبقى تهلا فيه، تهلا فيه في الزيت ديالو، في الغسيل ديال الماكينه. راه كاين واحد البرودوي كيديروا الماكينه كيغسلوا من الداخل، كتحيد ليه داك الكركيع وداك الشيء اللي كيكون داك الوسخ اللي كيكون في داك الشيء. تقدر تحيد الفلتر، تضربو بالبرد، تقدر دير، نتفق معاك انك تديه، تقدر تضربو بالبرد عند مور لافاج، تضربو بالبرد، يضرب لك الموطور بالبرد هذا، يحيد داك الغبره وداك الشيء اللي كيكون في الداخل بين السيلان وبين هذا، يعني تما مزيان. اما باش يضربوا بداك البوستولي بالماء، يعني كاين اللي كيدي عند مول لافاج كيشد داك البيستولي كيخشي تحت الماكينه وكيضرب بداك الكومبرسون ديال الماء، يعني راه ما خدامش داكشي. ولا ديرو في الكاريناج، ولا داك الكومبرسون ديال الماء ديال داك التيو، تقدر تضربو في الروايح، تقدر تضربو في شحال من حاجه. اما بالنسبه للتيو تضربو في الماكينه ولا تضربو في الكاريناج ما خدام. غادي تتفادى المشكل ديال الموطور. كيفاش تتفادى المشكل؟ غادي تتفادى المشكل بواحد الطريقه، اللي هو انك ما ديرش مولافاج اللي بحال هذا الغسيل هذا. تفرج معايا في هذا الفيديو.
هاد الطريقه يعني بالضبط يعني ما خصكش ديرها في لافاج، يعني ما ديش على هاد الطريقه كنقول لكم ما ديرش لافاج، يعني الا كان شي صاحبك انت كتعرفو كونفونس كيعرف يغسل الماطور وهذا، يعني دير ليه الموطور ديالك باش يغسل لك، اما باش يضرب لك بحال هكا بالبيستولي بهكا يعني راه كيدخل كيخرج على بزاف د الحوايج في الموطور، ومنهم لاليماج وشحال من حاجه كيخرج عليها، كيخرج على الديمارون، كيخرج على الطابلو، كيخرج على شحال من حاجه ويساويين الثمن. الديمارون دابا كيدير 100 درهم و 90 درهم، يخرج لك على الطابلو كيدير 62 درهم، يخرج لك على السيدي كدير 28 درهم. يعني انت عوض ما تخسر 10 درهم غتخسر 300 درهم، زيد على ذلك الماكينه غتحلها وشحال من حاجه. وهذا يعني بداتو يعني راه مشكل، يعني خص بنادم يحاول ما امكن انه يتفادى هاد المشاكل كاملين. في الموتور ديالك كيف قلنا طلع فيه بالزيت، الزيت ديالو يعني الا كتحافظ ليه على الزيت ديالو كدير ليه القياس ديال الزيت ديالو، ما تخليهش يسخن، ما تخليش يقارط يتقارط عليك، ما تخليش اي حاجه، يعني راه مزيان. بالنسبه لبغيت تغسل الموتور تغسل الموتور ديالك، يعني ماشي تشطابه تغسل داكشي شطابه خاصه للرويد، اما باش تغسل الشطابه تغسل بها الكاريناج ولا داكشي يعني راه كتخرج داك الكاريناج ديالك وكتخرج عليه. بغيت تغسل الموتور ديالك ما عليك الا بهاد البونجي هادي، يعني هاد البونجي هادي رطبه، كتاخذ التيد وكتاخذ المسح ديالك ولا الصابون ديالك كدير هكا وكتمسح الموتور ديالك مزيان، ولا مره في شحال كتاخذ هاد البونجي هادي كتمسح بها الموتور ديالك ومني راسك، يعني من داكشي ديال الماء ولا داكشي ديال هذا. ولا بعض الناس كيحيدوا الكاريناج بلا يغسلوا بالموتور، يعني الموتور الا بغيتي تغسلو من الداخل ضربوه غير بالبرد صافي، يعني ما ديرش ليه الماء حيت الماء كيخرج لك شحال من حاجه. وهذا ما كان في هذا الفيديو الاخوان، نتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله معلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.